حصل حصل ظلم. طبعا دي بطولة من ضمن البطولات الكتير اللي بتحصل في مصر، لكن البطولة دي كانت امبارح بطولة الكينج، وده بطل اسمه تايسون. هو مشارك في البطولة وحاسس ان هو اتظلم، فما خلاش بقى شتم التنظيم بالحكام بالاتحاد بكله. اولا اي لاعب مهما كان سواء قديم او جديد او بيدخل بطولات او هيدخل بطولات، احنا كلنا عارفين ان لعبه كمال الاجسام في مصر لعبه بتحتاج منك مجهود كبير جدا والتزام كبير جدا، مصاريف كتير جدا. دخلها او الجوائز اللي هتكسبها منها او مقارنه بمجهودك والتزامك ومصاريفك وحرمانك تقريبا 5% من كل ده. فلا هي مجزيه، حتى وان كنت كسبت الاول بتبقى مجهز الاكل والشرب والقرص بتاعك مثلا بما يعادل 70 80 الف جنيه، وتدخل تكسب بطوله تاخد فيها 15 20 الف جنيه زي البطوله دي مثلا. فهي بتبقى ضغط كبير جدا، والريسك بتاع المكسب فيها قليل قوي. يعني ممكن تبقى جامد قوي وتلاقي نفسك اتظلمت، ممكن تبقى جامد قوي وتلاقي الظروف اللي حصل في البطوله من تاخير المنظمين او عدم اداره التنظيم بشكل كويس او الحر اللي حصل زي امبارح مثلا او الى اخره، تحس انك انت التجهيزه بتاعتك كلها راحت في اليوم ده نتيجه انك قابلت مناخ غير مناسب اطلاقا لاخر يوم الاستادج يعني. فعشان كده لازم تبقى فاهم، وكابتن تايسون فاهم، وكل الكباتن اللي لعبوا بطولات فاهمين ده كويس جدا، انك ممكن تبقى عامل كل حاجه وجامد قوي وما تكسبش البطوله نتيجه اتظلمت، نتيجه اي ريسك حصل لك في كل اللي انا قلته ده. فعشان كده لازم تبقى فاهم كويس ان هو ده حال اللعبه في مصر، انك حرفيا لو انت من عشاق لعبه كمال الاجسام وبتجهز عشان تدخل بطولات، فما تبنيش امل كبير على البطولات اللي ممكن تدخلها في مصر انك تكسب فيها. وممكن تبقى جامد وما تكسب، ممكن ما تبقاش جامد وتكسب، ما تحس ان مفيش مقياس للموضوع بشكل كبير. وده مش كلامي، ده كلام كل الناس اللي شاركت في البطولات وكل الابطال وكل اللعيبه اللي اعرفهم وكل الابطال اللي اعرفهم وكل المدربين اللي اعرفهم، حتى الناس اللي بقوا منظمين في بعض البطولات يعني. فالكلام ده بقوله علشان تبقى واخد بالك لو انت بتجهز لبطوله وهتصرف فلوس محوشها او داخل جمعيه او واخد قرض او مديون علشان تدخل بطوله، فما تعملش كده. المناخ في مصر لعبته سيئه جدا، وان حتى كسبت يا معلم المكسب ده مش هيخليك تحصل 20-25% من اللي انت صرفته. فاشتغل على نفسك وطور نفسك واعمل شكل جسم حلو، بس ما تنافسش في مصر في بطولات، او على الاقل خالص لو هتدخل بطولات في مصر تدخل بطولات جوائزها مناسبه للتعب اللي انت تعبته، للالتزام اللي انت التزمته، للمصاريف اللي انت صرفتها، للحرمان اللي انت حرمته لنفسك في ال4 شهور او ال3 شهور بتوع التجهيز، اللي ممكن عشان يوم واحد تبقى مستني حد يكرمك فيها او بتاع فما تلاقيش، فممكن حرفيا يحصل لك مشكله نفسيه. وانا اعرف ناس كتير جدا، واعرف ناس كده مش بقول لك بطلوا لعبه، حصل لهم مشاكل نفسيه، اتضروا نفسيا. فلو بتحب اللعبه وهتصرف فيها لنفسك، لو بتحب اللعبه وحاطط امل انك تدخل بطولات مصر عشان خاطر تكسب وبعد كده تجهز في بطوله ثانيه، ما تعملش كده. جهز في بطولات لمصر زي بطوله احمد علي، زي بطولات ينفع تنافس فيها تكسب مبلغ كبير تخليك تكمل الرحله. لكن لعبتنا دي مصاريفها موازيه لتعبها، يعني ما ينفعش تصرف كتير وما تتعبش، وما ينفعش تتعب كتير وما تصرفش. لازم تصرف كتير ولازم تتعب كتير، وفي الاخر ممكن تبقى زي كابتن تايسون وما تكسبش اي حاجه.